السلام عليكم ورحمة الله. برحب بأصدقائي طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي. كمان برحب بأعزائي من الأمهات والآباء الموجودين معانا. الفيديو ده يا أصدقائي خاص بالتمارين والتدريبات والمسائل على الدرس الأول والثاني في الوحدة الأولى من منهج الرياضيات. علشان ما نضيعش وقت خلونا بسرعة ندخل على التمارين والتدريبات والمسائل ونشوفها بسرعة. هنبدأ يا أصدقائي بالجزء الخاص بالتدريبات والتمرينات على الدرس الأول والثاني اللي هو الأعداد الكبيرة وتغير القيم المكانية. أول جزء في الإكسرسايز بيقول لك إيه الراجل؟ اكتب القيمة وكذلك القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط. طبعا ده احنا خدناه مثال زي ده قبل كده. أنا ممكن أعمل الأولى والأخيرة وأسيب لكم أنتوا الباقي. ماشي؟ ألف الرقم اللي هو عبارة عن إيه؟ 7.394. هو حاطط خط تحت 3 فعايز القيمة بتاع 3 وعايز الإيه؟ القيمة المكانية. فنقول له القيمة هي 3 دي في خانة إيه؟ المئات يبقى 300 صح؟ والقيمة المكانية المئات. ماشي؟ هي خانة المئات. بالنسبة للأخيرة طبعا قلت هسيب لكم ب وج انتوا تعملوها. عاملاها د رقم كبير شوية 3.495 بعد كده 5.1.2 بعد كده 7.4.8 طيب القيمة هي الخانة دي في خانة ايه اللي تحتيه خط 4؟ خانة ايه دي يا شباب؟ دي خانة مئات الملايين. ليه؟ لأن هي دي المجموعة الأولانية دي الآحاد، المجموعة الثانية الألوف، المجموعة الثالثة الملايين، هي آخر حاجة في الملايين، هي تعتبر مئات الملايين. فأربعة دي مئات الملايين معناها إيه؟ 400 مليون صح؟ اكتب 400 مليون 400 وبعد كده 6 صفار 0 بعد كده 0 ماشي. يبقى 400 جنبها إيه؟ 400 جنبها 6 أصفار. لو واحد بيتلخبط وشايف الموضوع ده صعب يعمل حاجة لطيفة، ياخد يشوف الأربعة دي ويشوف على يمينها كام رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 ويحط نازل 4 يحط 8 أصفار. ماشي؟ ماشي كده يا شباب. يعني لو هتتلخبط خد الأربعة وشوف على يمينها كام رقم، عد الأرقام وحط بنفس عدد الأرقام ده أصفار. طب القيمة المكانية نقول ايه بقى؟ نقول ايه؟ عندنا ملايين، احاد ملايين، وعندنا عشرات الملايين، وعندنا مئات الملايين. هي في مئات الملايين. مظبوط كده؟ مئات الملايين. انتوا بقى حلوا، انتوا حلينا الف ودال، انتوا بقى حلوا ب، حلوا انتوا ب وج. ماشي؟ نخش على الجزء الثاني. هنا بيقول لك ايه؟ كون اكبر عدد واصغر عدد من الارقام التاليه الف وب وج. ماشي؟ انا هحل رقم ج وانت بنفس الطريقه هتحل الف وب. ماشي؟ طب ج بيقول لك عايزين نكون اكبر عدد واصغر عدد. طيب الاعداد اللي هي عباره عن ايه؟ 1 و7 و5 و4 و2 و0 3 و9. طب أكبر عدد، عشان نجيب أكبر عدد آخد الرقم الكبير وأحطه على الشمال. أكبر رقم اللي هو إيه؟ اللي هو 9، آخده وأحطه على الشمال خالص. وبعد كده اللي بعديه في 8، لا مفيش 8، في 7، في 7 أجيب ال7 أحطه هنا. في 6، لا مفيش 6. في 5، في 5 أجيب ال5 أحطه هنا. في 4، موجودة 4 نحطه هنا. ماشي؟ في 3، في 3 نحطه هنا. في 2، في 2 نحطه هنا. في 1، في 1 نحطه هنا.
في زيرو، زيرو نحط هنا. يبقى كده اكبر رقم ان انا بجيب ايه، بجيب الرقم الكبير واحطه على الشمال، وابدا بعد كده اخش ايه في اتجاه اليمين، الاكبر بعد كده الاصغر بعد كده الاصغر وهكذا. ده عشان نجيب اكبر عدد. عشان نجيب اصغر عدد نعمل ايه؟ نعمل العكس، ان انا اجيب اصغر عدد واحطه على الشمال. اصغر عدد هو ايه؟ انا سامع حد بيقول لي الزيرو. خلي بالك الزيرو ده بقى ما ينفعش يتحط على الشمال. ليه؟ لان الزيرو لو اتحط على الشمال يبقى انت كده طلعته بره الايه الدنيا، لان الزيرو لو اتحط على الشمال كده ملوش معنى. اي زيرو على الشمال ملوش قيمه، وبالتالي انا لو انا حطيته على الشمال يبقى انا لغيته. فانا عشان ما الغوش واحطه في الاعتبار اعمل ايه؟ اخد اصغر رقم بس ما عدا الزيرو. ايه اصغر رقم هنا؟ اللي هو الواحد، وبعد كده احط الزيرو. ماشي؟ يبقى زيرو لو هو اصغر عدد ما تحطش على الشمال، لو اتحط على الشمال يبقى انا كده زي ما قلنا لغيته. انا اجيب اصغر عدد وبعد كده احط ايه؟ احط زيرو بعديه. حطيت الزيرو خلاص. طب ايه بقى العدد اللي هو اللي اكبر من الزيرو واكبر من الواحد اللي احنا حطينا الواحد خلاص؟ ماشي، اللي هو ايه؟ بص كده، في 2 في 2 نحط 2، في 3 نحط 3، في 4 في 4 نحط 4، في 5 في 5 نحط 5، في 6 لا مفيش 6، طب في 7 في 7، في 8 لا مفيش 8، في 9 في 9. ماشي، يبقى ده اصغر عدد. يبقى ده ايه؟ اصغر عدد. يبقى الاستثناء الوحيد يا شباب هو موضوع ايه؟ موضوع الزيرو. لما يجي تحط لما تيجي ترتب الاعداد ما ينفعش تحط زيرو على الشمال، تحط اصغر عدد وبعد كده تجيب الزيرو اللي بعديه على طول. يعني لو كان في واحد تحط واحد، لو كان اصغر عدد 2 تحط 2، لو كان اصغر عدد 3 تحط 3، وبعديه على طول تحط الزيرو. ماشي، زي ما احنا عملنا كده، حطينا الواحد في الاول، بعد كده بعديه حطينا ايه؟ حطينا زيرو، وبعد كده حطينا الارقام من الاصغر فالاكبر. ماشي تمام كده. نفس الفكره هتعملوا بقى الاثنين التانيين، انا سيبهم لكم عشان بس تدربوا ايديكم فيهم. تمام كده يا شباب؟ تمام. زي ما احنا شايفين يا شباب، اصغر عدد طلع الرقم قدامنا هيبقى 10,234,579، بينما الرقم الكبير هيبقى 97,000,000. نحط بقى الفاصل كده كده، هيبقى 97,543,210. ده واحد 10,000,000، واحد التاني ايه؟ والتاني 97,000,000. واحد 10,000,000 التاني ايه؟ والتاني 97,000,000. ماشي، واضح ان هو فعلا ايه؟ يعتبر ايه؟ كبير يعني. واحد 10,000,000 واحد 97,000,000، طبعا الفرق واضح يعني. ماشي، فده فكرة ترتيب الاعداد لما يقول لك ايه؟ كون لي اصغر عدد واكبر عدد ايه؟ من مجموعة الارقام دي. تمام كده يا شباب؟ تمام. الجزء رقم 3 من التمرينات يا اصدقائي بيتكلم على يقول لك اكتب اصغر عدد مكون من 3 ارقام ا ب، 4 ارقام، 7 ارقام، 10 ارقام. تعال بص كده، هو ايه اصغر عدد ممكن يكون مكون من 3 ارقام؟ اصغر عدد مكون من 3 ارقام، حد بيقول لي 100. هو صح 100. يبقى اصغر عدد مكون من 3 ارقام هو ايه؟ 100 0 0. ماشي، لو حطيت اي رقم بعد كده يبقى اكبر من 100. يعني لو انت فكرت تحط اي رقم تاني مكون من اي عدد تاني مكون من 3 ارقام غير ال 100، هتلاقي ان هو هيبقى اكبر من 100. في المية تعتبر ايه؟ اصغر ايه؟ اصغر عدد مكون من 3 ارقام. طب لو قلنا 4 ارقام، 4 ارقام هتبقى ال1000. واحد وجنبها 3 اصفار 0 0 0. ال1000 هي اصغر عدد مكون من 4 ارقام. طب بالنسبه للجيم، بالنسبه جيم قال لك 7 ارقام. 7 ارقام هتبقى ايه؟ يبقى واحد وجنبها 6 اصفار. واحد وجنبها 6 اصفار اللي هي بتبقى المليون. واحد وجنبها ايه؟ 6 اصفار. 0 0 0 فاصلة 0 0 0 اللي هو المليون. ماشي، يبقى جيم يبقى ايه؟ المليون. وبالنسبة للبي كانت ال1000، يبقى ايه؟ ال1000 اللي هو قلنا 4 ارقام 1000. وبالنسبة لدال 10 ارقام. 10 ارقام ده عبارة عن ايه؟ يبقى واحد وجنبها 9 اصفار. ايه الواحد اللي جنبها 9 اصفار؟ ايه الواحد اللي جنبها 9 اصفار؟ حد يقول لي؟ سامي واحد بيقول لي المليار. مظبوط، يبقى ده هي المليار.
أصغر عدد مكون من 10 أرقام هو إيه؟ المليار، لأنه المليار عبارة عن واحد وجنبيه 9 أصفار، 1 و9 ب10. ماشي. هو دايما بيلعب الحاجات دي، بيجيبها لك كتركاية، يقول لك طب إيه أصغر عدد مكون من 7 أرقام؟ 7 أرقام هيبقى أوتوماتيك المليون، 10 أرقام أوتوماتيك المليار، 4 أرقام أوتوماتيك ال1000 وهكذا. ماشي. 3 أرقام أوتوماتيك يبقى ال100. ماشي تمام كده؟ اكتب اكبر عدد مكون من 3 ارقام. اول ما اقول لك اكتب اكبر عدد مكون من، كلمه اكبر عدد دي دايما نفكر في التسعات. اكبر عدد مكون من 3 ارقام يبقى 9 999. ولو 4 ارقام يبقى 9999. ولو 7 ارقام يبقى نفس القصه برضه، يبقى 9,999,999. تمام كده يا شباب؟ فلما يقول لك اكبر عدد مكون من، فكر في التسعات على طول. اصغر عدد مكون من، فكر في واحد وجنبها صفار، واحد وجنبها صفار، 100 1000 10000 100000 ايا كان، هو دايما هيبقى على هذا الشكل، يبقى واحد وجنبها ايه؟ مجموعه اصفار. انما لو اكبر عدد يبقى مجموعه ايه؟ كلها تبقى تسعات. واضحه كده يا شباب؟ تمام. ده يا أصدقائي نبدأ في الجزء الخامس كده من التدريبات والتمرينات. بيقول لك إيه؟ أكمل ما قيمة كل مما يلي. 3 في العشرات، يعني لو 3 في خانة العشرات تبقى إيه؟ قلنا أوتوماتيك لو هي في خانة العشرات بتبقى 30. هل دي فيها كلام يعني؟ سهلة طبعا جدا. يبقى ألف تساوي 30. طب ب 7 في خانة الألوف، لو 7 في خانة الألوف تبقى عبارة عن إيه؟ تبقى عبارة عن 7000. هل دي فيها مشكلة؟ واضحة جدا برضه. هتبقى 7000. جيم 5 في خانة مئات الألوف، لو هي مئات ألوف في 5 تبقى 500000. هي مئات ألوف، مئات ألوف. لو 5 في الخانة دي هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى عبارة عن 500000. 500000 500 وجنبها 3 أصفار 000. ماشي. طب دال قال لك 8 في خانة عشرات الملايين. أول ما يقول لك عشرات الملايين 8 هتبقى 80000. عشرات الملايين، ما هي لو كانت في الملايين هتبقى 8 مليون. لو عشرات الملايين هتبقى 80000. لو مئات الملايين هتبقى 800. لو هي في خانة المليون هتبقى 8 مليون. لو في خانة عشرات الملايين هتبقى 80 مليون. لو في خانة مئات الملايين هتبقى 800 مليون. صح؟ فهو قال لك هنا ايه؟ عشرات الملايين. طالما قال لك عشرات الملايين هتبقى ايه؟ هتبقى 80 مليون. هتبقى 80 وجنبها ايه؟ جنبها 6 صفار. 80 وجنبها 6 صفار، 000. ماشي. يبقى 80 مليون. ماشي. دي سهلة دي، يعني اتصور يعني ما فيهاش حاجة. طب شوف لي رقم 6 بقى. أكمل ما قيمة كل مما يلي. 610. 610. أول ما يقول لك 610 كامل، لو كان بيقول لك 600 في 10 دي تعتبر إيه؟ 6000. عملنا إيه؟ كما لو كنا زودنا صفر على 600 يبقى 610 كما لو كنا ضربناه في 10، أو كما لو كنا زودنا صفر إيه؟ على 600 يبقى 6000. ماشي. 65 دي ألف. ب 65 100. 65 مضروبة في 100 يعني عبارة عن ايه؟ 65 وجنبها صفرين، زودنا صفرين. لما بيقول لي 10 بزود صفر، لما بيقول لي 100 بزود صفرين. ماشي. طيب نشوف جيم. جيم بيقول لك ايه؟ 183000. يعني مش محتاجة حاجة. 183000 هتبقى 183 وجنبها 3 اصفار، اي 183000. د 75 مليون، برضو مش محتاجة حاجة. 75 هتبقى 75 وجنبها ينزل ايه؟ 6 اصفار، 0.000. تمام كده يا شباب؟ تصور الموضوع بسيط يعني، وايه يعني سهل يعني، ما فيهوش حاجة. تمام كده؟ تمام. ده أصدقائي الجزء يعتبر الأخير من التمارين التدريبات بتاعتنا.
على الدرس الأول والدرس الثاني زي ما كنا شغالين يعني. هنا بيقول لك ايه، اكمل 10 امثال العدد 45. اخلي بالكم هو ممكن يقول لك هنا 10 امثال او 10 اضعاف او 20 مره، كل الحاجات دي ليها نفس المعنى ماشي، سواء قال لك امثال 10 امثال او 20 ضعف او 20 مثل او 20 مره، كل الحاجات دي ليها نفس المعنى. 10 امثال للعدد 45، كم لو كنت هضرب ال 45 ده في 10 او زود زيرو يبقى 10 امثال للعدد 45 اللي هو عباره عن ايه؟ 450. 100 مثل العدد 135، هنزود هنا صفرين هتبقى 1 3 5 0 0 هتبقى كده 13500 ماشي، زودنا 0 0. 10 أضعاف العدد 75 برضه هنزود 0 هتبقى كام؟ 750. 1000 ضعف العدد 285 هتقول 285 ونحط جنبها 3 أصفار هتبقى 285000. دي أتصور سهلة يعني. طب تعالوا نشوف الجزء بعد كده، يمكن يكون هو أصعب شوية. في 8 أكمل 62500 فيها كم 100؟ خلي بالك لما بيجيب لك المسألة بالشكل إن رقم موجود هنا، كانت كلمة 10 أمثال الرقم كذا في الجزء رقم 7، هنا 10 أمثال الرقم كذا، 10 أضعاف الرقم كذا، 100 مثل الرقم كذا، 1000 ضعف الرقم كذا. كل الحاجات دي قبل يساوي. خلي بالكوا ايه الكلام ده كله ايه؟ قبل يساوي. 10 أضعاف العدد 75 قبل يساوي، 10 أمثال العدد 45 كله قبل يساوي. عشان كده كنا بنضرب ال10 في ال45 أو نضرب ال10 في ال75 أو نضرب ال100 في 135. هنا بقى قال لك ايه؟ لا هنا مختلف، قال لك الرقم وكلمة 100 من الناحية التانية. يعني في الحالة دي احنا بنعمل ايه؟ احنا مش بنزود بقى صفرين، احنا بننقص صفرين كما لو كنا قسمنا على 100. فهنا ال 62500 فيها كم 100؟ هروح شايل صفرين واحط الرقم، اشيل الصفر ده كده والصفر ده واحط لك بقى، هتبقى 625 فيها 625 ماشي. كما لو كنت انت مثلا معاك 62500 جنيهات. طب لو انت هتعملهم بالميات هيبقى في كام ورقه؟ هيبقى فيها 625 ورقه ماشي، 625 ورقه من 100. عملنا ايه؟ زي ما قلنا شلنا صفرين. طب 750 100 يساوي كام ألف؟ طب عشان دي اللي هي احنا في جيم دلوقتي، 750 100 750 100 ال100 دي اللي هي ايه؟ اللي هي كام لو كانت في 100 او بنزود صفرين هتبقى ايه؟ هتبقى 750 وجنبها صفرين هتبقى عبارة عن ايه؟ بقت 75000. ده هي الرقم دوت 570 100 عبارة عن 75000، وهو حاطط لك هنا 1000، هو حاطط لك هنا ايه 1000، حط هنا كام انا بقى؟ حط 75 صح؟ يبقى ال 750 100 فيها كام 1000؟ فيها 75000، لأن أنا خدت الجزء اليمين دوت وشفت قيمته، خدت 750 وضربتها في 100 فادتني 75000، وأنا لقيت إن هو حاطط نقط 1000، فتبقى أنا إيه؟ نحط 75. تمام كده؟ تمام. طب نشوف ب 230 10 يساوي كام 100؟ نفس القصة نجيبها بره كده، 230 في 10 اللي هي يساوي كام؟ هنزود صفر يبقى 2300، تبقى 2300. 2300 هنا فيها كام 100؟ دي تبقى 2300 كده. فيها كام 100؟ تبقى فيها 23 صح؟ تمام كده. طيب رقم دي 910 عبارة عن ايه؟ 900 في 10 كما لو كنا نزود صفر يساوي 9000. 9 0 0 0 وهنا قال لك هنا ايه؟ 1000 بحط هنا 9 يبقى 9000. تمام كده يا شباب؟ يعني هو الهدف ان انت ايه؟ الهدف ان انت ايه؟ عايز يلخبطك، يشوف انت فاهم ولا مش فاهم. فهي لو كان زي ما قلنا الرقم كله قبل اللي يساوي بنضرب الرقم في بعضه، بمعنى هنا 10 اضعاف 75 بنضرب 75 في 10 او نزود على صفر،
10 أمثال لعدد 45 نفس القسم بنزود عليها صفر. 100 مثل لعدد 135 بنزود عليها صفرين لأن هي 100. 1000 ضعف لعدد 285 بنزود عليها 3 أصفار لأن هي العدد 1000. فلو كانت كلها في ناحية واحدة من يساوي بإيه؟ بيزود على طول أصفار. صفر في حالة ال10، صفرين في حالة ال100، 3 أصفار في حالة 1000. إنما لو كانت كلمة 100 أو كلمة 10 الناحية التانية فبنحتاج إيه؟ بنشطب صفر في حالة ال10 أو نشطب صفرين في حالة ال100 أو نشطب 3 أصفار في حالة ال1000. يعني الحالة دي مثلا حالة ج طلعت هنا 75,000 عشان هو يحط لنا 1000 فشيل لنا 3 أصفار يبقى 75 بس، وهكذا. ماشي يا شباب؟ واضح كده؟ طيب احنا كده يعتبر وصلنا للجزء الأخير من التدريبات والتمرين على على الدرس الأول والدرس الثاني. أتمنى أكون استفدتوا بالتدريبات والتمرينات دي. وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من التمارين والتدريبات على الدرس الأول والثاني. أتمنى أن تكونوا استفدتم منها، وبحب أشكركم على تواجدكم معنا. وقبل ما أسيبكم أحب أفكر أصدقائي اللي لسه ما اشتركش في القناة، يا ريت يشترك في القناة دلوقتي ويدوس على اللايك وزر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات والدروس اللي بننزلها. وإلى اللقاء في الدرس القادم.